عايز تذاكر بس ما عندكش طاقة للدراسة، مش عارف تبدأ منين، مش عارف تذاكر ازاي، او مش عارف ايه الطريقة المناسبة اللي تقدر تذاكر بيها اكبر قدر ممكن من المعلومات في اقل وقت، مش عارف ازاي تتكيف وتذاكر في اماكن فيها كتير من المشتتات زي الموبايل وغيره، او مش عارف ازاي تنظم وقتك وتعمل جدول للدراسة بشكل صحيح. هنا المشكلة مش في الوقت، المشكلة في الطريقة. لو لقيت الطريقة اللي هتناسبك كل حاجة هتتغير. في الفيديو ده هتكلم عن أكتر الطرق فعالية في الدراسة، وهنشرح إزاي تلاقي الطريقة المثالية اللي هتناسبك أنت، إزاي تخطط صح للدراسة وتستدرك الأخطاء اللي هتقع فيها، وإزاي ترجع تاني على الطريق الصحيح وتكمل دراسة بشكل فعال. هنوضح إزاي نطبق نظرية التكيف أو الهابيتويشن عشان تقدر تذاكر كويس في أي مكان حتى لو في مشتتات كتيرة. هنتكلم عن ازاي تجدد طاقتك للدراسة لما تكون فاقد الشغف ومش حابب تذاكر، وهنعطيك استراتيجيات علمية للتغلب على الكسل والإرهاق. ركز معانا لأن بعد الفيديو ده مش هتحتاج تشوف فيديوهات تانية. ويلا اشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. The spaced repetition أو التكرار المتباعد. هنا انت بتذاكر الدرس على مرات كتيرة، مش لازم تذاكره 100% من أول مرة، بس مع كل مرة بتراجع الدرس بتفهمه أكتر وبيثبت أكتر. الأسلوب التاني معانا النهاردة هو الأكتيف ريكول أو الاستحضار النشط. الأسلوب ده بيعتمد على استحضار المعلومات اللي انت ذاكرتها عشان تثبت المعلومات بشكل قوي. من أكتر الطرق اللي تقدر تستغل بيها الأسلوب ده كويس جدا وهي إنك بعد الدرس أو بعد المحاضرة تحاول تستحضر كل اللي المحاضر أو المدرس درسه لك، وبكده الدرس هيثبت في راسك بشكل كبير جدا جدا جدا. وحتى بعد الدراسة لما تذاكر الدرس حاول تراجعه، حاول تسمعه لنفسك أو حاول تفتكر النقط المهمة فيه. وبجد الطريقة دي تعتبر من أكتر الطرق فعلا فعالية في الدراسة وهتوفر وقت كبير جدا عليك. collaborative learning أو التعليم المتبادل. الأسلوب ده بيعتمد على الدراسة في مجموعات. انت الأول بتذاكر الدرس صح، لما تفهم الدرس كويس اشرحه لواحد صاحبك، وبكده تكون ضربت عصفورين بحجر، لأنك هتفيد صاحبك في الأول، وثانيا هتثبت الدرس اللي انت ذاكرته في راسك بشكل كبير جدا. self assessment أو التقييم الذاتي. الأسلوب ده بيعتمد على تقييم الشخص بدرجة فهمه لدرس معين عن طريق حل أسئلة واختبارات على الدرس بعد مذاكرته. الميزة في الأسلوب ده هو إنك بتبقى جاهز أكتر للامتحانات لأنك عارف الأسئلة هتيجي إزاي، وبالتالي درجاتك هتكون أفضل لأنك متعود على حل أسئلة متشابهة. بعد ما اتكلمنا عن أكتر الطرق فعالية في الدراسة، أحب أقولك إن مفيش طريقة منهم مثالية. عشان تحدد أي طريقة منهم هي المثالية بالنسبة لك لازم تجربهم كلهم وتشوف أكتر طريقة منهم فعالة، أكتر طريقة منهم بتقدر تذاكر بيها أكبر قدر ممكن من المعلومات في أقل وقت. فمهم إنك تعتمد أسلوب منهم، وليكن مثلا الاستحضار النشط. بس كويس إنك تكون فاهم الأساليب التانية وتستخدمها من وقت للتاني عشان ما تزهقش وعشان تنوع في أساليبك. يعني مثلا لو انت اخترت أسلوب التكرار المتباعد وانت بتراجع على الدروس اللي انت بتذاكرها كل فترة عشان يثبت أكتر في راسك، فده ما يمنعش انك تستخدم أسلوب زي الاستحضار النشط لما تكون ماشي في المواصلات مثلا ورايح مكان بعيد ووقتك هيضيع، فتحاول انك تفتكر الدرس اللي انت لسه مذاكره، وبكده الدرس هيثبت في راسك أكتر وهتستغل الوقت اللي ممكن يضيع في المواصلات أو في أي حاجة تانية. فأنت أولا هتعتمد على أكتر أسلوب فعال بالنسبة لك، وثانيا هتستخدم الأساليب التانية في الوقت المناسب. التخطيط للدراسة. أحب أعرفك إن العشوائية هي العدو الأكبر للنجاح في أي مجال، فمن أهم العوامل اللي هتساعدك تكون إنسان ناجح سواء في الدراسة أو في العمل أو في أي حاجة هي إنك تكون عارف كويس أنت بتعمل إيه ومخطط للموضوع ده. أما العشوائية دايما هتحجم من قدراتك وهتضيع وقتك. مهم انك تبقى مخطط وعارف كويس قوي انت هتذاكر ايه قبل ما تبدأ، بس لازم تخطيطك ده يبقى واقعي وفي حدود قدراتك عشان ما تحبطش نفسك لما ما تقدرش تلتزم الجدول او الخطة اللي انت حطيتها، لانك لو رفعت سقف التوقعات في خطتك وما قدرتش تحقق اللي انت خططته فالموضوع هيقلب بنتائج عكسية وهيأثر عليك نفسيا، وغالبا مش هتقدر تذاكر اي حاجة ومش هتقدر تكمل دراسة. ثانيا من اكبر الغلطات اللي الناس بتعملها هي انهم بيربطوا دراستهم بوقت معين او خطتهم الدراسية بوقت معين. يعني مثلا لو اليوم 12 ساعة
فهو بيحدد انا في اول ساعتين هذاكر كذا وفي تاني ساعتين انا هذاكر كذا وهكذا. ودي غلطة كبيرة جدا، لان من عادات البشر ان احنا لما بنيجي نخطط بنرفع سقف توقعاتنا قوي، وطبعا لما ما نقدرش نحقق النتائج المرجوة فالموضوع هيقلب بنتائج عكسية وهيأثر علينا وهيأثر على دراستنا بشكل كبير. غالبا التأثير مش بس هيكون في اليوم ده، لكن هيأثر عليك في أيام وفترات كبيرة بعدها. النقطة الثالثة إنه طبيعي إننا ما نقدرش نحقق اللي خططنا له بنسبة 100%، فمهم إنك تكون مدرك الأمر ده جدا. مفيش حد بيقدر يحقق اللي مخطط له بنسبة 100% طول الوقت، فمهم إنك تكون قوي وتدرك الموضوع ده عشان ما تخليهوش يأثر عليك. والحاجة اللي المفروض تعملها طول الوقت هي إنك تكون قوي وما تتأثرش بالتقصير، وتدرك جدا إن الحاجة الوحيدة الصح اللي المفروض تعملها بعد التقصير هي إنك تقوم من تاني وترجع تحارب وتقاوم عشان تحقق النتائج المرجوة. أما التأثر والندم مش هيفيدك بأي حاجة. habituation أو التكيف. نظرية التكيف هي عملية بتخلي الشخص يركز في حاجة معينة، بتقلل استجابته للمشتتات المتكررة وبتخليه يعزل نفسه عن المحيط اللي هو موجود فيه عشان يقدر يركز بشكل أفضل. كلنا عندنا القدرة على التكيف، لكن مهم إن احنا نكون مدركين كده، نتعلم إزاي نطورها ونستغلها بشكل صحيح. لو أنت مش عارف إنك عندك القدرة ديت فأنت غالبا هتكون عايش دور الضحية، ومساحة الدراسة عندك هتكون ضيقة بشكل كبير، مش هتقدر تذاكر إلا في أماكن معينة وفي أوقات معينة، والموضوع ده هيأثر على دراستك بشكل كبير برضه. فمهم إنك تبدأ تشتغل عليها عشان تطورها. التكيف بيساعدك انك تذاكر لو انت في مكان فيه اصوات كتيرة جدا. التكيف هيساعدك انك تذاكر لو انت في الجامعة او قاعد على قهوة او لو في ناس حواليك او في موسيقى حواليك، هتساعدك انك تذاكر في وضعيات كتيرة جدا. المهم انك تبدأ تطور نفسك في الموضوع ده واحدة واحدة، وتتعلم انك ازاي تركز على حاجة واحدة وتتجاهل بقية المؤثرات اللي حواليك. ازاي تجدد طاقتك للدراسة. طبيعي جدا انك هيجيلك اوقات مش هيكون عندك فيها شغف للدراسة خالص، مش هتكون حابب انك تذاكر ومش هتكون قادر اصلا انك تذاكر، ودي حاجة طبيعية جدا وبتحصل لاكتر الطلبة المتفوقين. بيجيلنا اوقات بنقدر نذاكر كم هايل من المعلومات، واوقات تانية ما نقدرش نذاكر ولا حتى كلمة واحدة، وده طبيعي جدا. بس اللي بيفرق الطالب المجتهد والمتفوق عن الطالب الكسلان هو ان المجتهد بيقدر يستدرك الموضوع ده في اسرع وقت ممكن. مهم انك تتبع اساليب الراحة والمكافأة في الاوقات دي. يعني لو وصلت لمرحلة انك مش قادر تذاكر خالص، على طول خد راحة يوم او 2 عشان تقدر ترجع تاني بشكل اقوى. أنا شخصيا بسمي الأسلوب ده انفصل لتتصل. بتنفصل عن كل التزاماتك وعن الدراسة وعن كل حاجة لمدة معينة عشان ترجع تاني أقوى، عشان تقدر تعوض كل اللي راح منك. مهم برضو إنك تكافئ نفسك على كل إنجازاتك حتى لو كانت بسيطة، يعني مثلا أكلة أنت بتحبها أو خروج المكان أنت بتحبه. المهم إنك تكون مدرك أهمية إنجازاتك وتكون حاسس بيها عشان تقدر نفسك وتكون سعيد ومبسوط، والموضوع ده هيجدد طاقتك بشكل رهيب. واخيرا، من اكتر الحاجات اللي هتساعدك انك تجدد طاقتك للدراسة هي انك تغير وضعية الدراسة نفسها. يعني لو انت بتذاكر في اوضتك مثلا، فمش من الصح انك تكرر الموضوع ده طول الوقت بس. يعني مرة تذاكر في البلكونة مثلا، مرة تذاكر في الجامعة، مرة تذاكر في الطبيعة في مكان اخضر وهادي، او تروح للكافيه عشان تذاكر. المهم انك تغير جو الدراسة عشان ما تزهقش، وتغير الاماكن عشان تجدد طاقتك وشغفك للدراسة. احب اقولك ان مفيش حد زي الكمبيوتر بيقدر يذاكر طول الوقت بشكل منتظم وبنفس الوتيرة. عادي جدا انك يجيلك اوقات تأثر فيها وتكون كسلان وتكون فاقد الشغف والطاقة. في مثل بالانجليزي بيقول if you keep on doing what you were doing you would be getting what you were getting and nothing will change until you do. فمهم انك تحاول تغير استراتيجيات الدراسة وتغير اماكن الدراسة، لانه من الطبيعي انه هيجيلنا اوقات كتيرة نضيع فيها وقت، فمهم انك تقاوم دايما وطول الوقت عشان تعوض الاوقات اللي ضاعت دي. من اكتر الحاجات اللي هتأثر عليك دراسيا هي اللايف ستايل بتاعتك. يعني مثلا مواعيد نومك، مهم انك تكون بتنام بدري وتصحى بدري، عشان احنا كمسلمين عارفين ان النبي عليه الصلاة والسلام كان دايما بيدعي اللهم بارك لأمتي في بكورها. فمهم انك تصحى بدري عشان في الوقت ده هتقدر تنجز اكبر قدر ممكن من المهام في اقل وقت. من ضمن الحاجات اللي بتقع تحت اللايف ستايل بتاعك هي عاداتك اليومية. يعني لو انت متعود انك بتلعب فيديو جيمز كتير، او انك بتكلم اصحابك كتير، او انك بتروح تتفرج على ماتشات كورة اغلب الوقت،
او انك بتكلمي صحباتك كتير. كل الحاجات دي للاسف هتأثر عليك غصب عنك حتى لو انت بتجتهد، لان انا دايما بقول ان العمل والاجتهاد مش نتيجة الوقت الحالي بس، لازم تكون مرتب له قبل كده. يعني لازم تكون نايم كويس، ولازم يكون مزاجك كويس، ولازم يكون ذهنك نشط عشان تقدر تنجز العمل بأعلى جودة ممكنة. برضو مهم انك تقدر تقول لأ في الوقت اللي انت شايفه مش مناسب. يعني لو في خروجه مع اصحابك، او في لعب كورة، او في اي حاجة، عشان تكون انسان ملتزم بدراستك لازم تعرف كويس ازاي تقول لأ عشان تقدر تتحكم في نفسك، ما تخليش ناس تانيين يتحكموا فيك.